السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنكمل سلسلة المصطلحات العامية الجزء السادس. إن شاء الله لو أول مرة تشوف المحتوى بتاعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. أول مصطلح عندي أنا مستمع لك جيدا، اللي هو كل آذان صاغية. كل آذان صاغية يعني أنا سمعك كويس، اتكلم وأنا سمعك. يعني إيه؟ I'm all ears. I'm all ears يعني كل آذان صاغية. تمام، اللي هي أنا مستمع لك جيدا. مصطلح اللي بعده أنا أستيقظ دائما مبكرا. تمام، يعني إيه أنا أستيقظ دائما مبكرا؟ يعني I'm an early bird. I'm an early bird يعني أنا طائر بدري أو طائر مبكر. لا، معروف دايما إن الطيور بتصحى مع شروق الشمس، ولذلك هنا كناية تمام تستخدم للتعبير عن شخص بيصحى بدري أو شخص دائما الاستيقاظ مبكرا. I'm an early bird. يعني يا شباب I am أو I'm an early bird، تتخطف كده أو تتقري كده I'm an early bird. بعدها هنروح للمصطلح اللي هو أكلت كثيرا ولا أستطيع أكل المزيد. أنا خلاص مليت بطني، مليت كرشي، ما فيش، مش قادر أخد نفسي خالص، ولا قادر أشرب بق مية، ولا قادر آكل أي شيء تاني. يعني إيه بقى؟ I'm stuffed. I'm stuffed يعني أنا خلاص بطني اتملت، مش قادر أخد نفسي ولا آكل أي شيء تاني. I'm stuffed. المصطلح اللي بعده بيقول لي إنه سكران. إنه سكران يعني إيه سكران بقى؟ يعني he's drunk أو he is wasted. طبعا كلنا عارفين drunk، ممكن كلمة wasted هي اللي تبقى جديدة على بعض الناس. تمام، ولذلك حبيت أكتبها عشان الناس تعرفها. he is drunk يساوي he is wasted. he is wasted. ما تكبرش الموضوع او لا تختلق المشاكل. انا شايف ان الموضوع صغير وانت عمال تكبر في الموضوع علشان تعمل مشكلة معايا او مع غيري، فانا بقول للي قدامي اياك تكبر الموضوع علشان ما تعملش مشاكل. يعني don't make a scene. don't make a scene. تاني don't make a scene يعني ما تكبرش الموضوع. نروح للشريحة اللي بعد كده. أول مصطلح فيها بيقول لي كلمة مع بزوغ أو جملة مع بزوغ الفجر. جملة مع بزوغ الفجر، مع طلوع الفجر. يعني إيه؟ at the crack of dawn. at the crack of dawn يعني مع بزوغ أو طلوع الفجر. تمام، في بداية الصباح. أفشى السر. يعني ايه افشى السر؟ يعني انا امنت حد على سر وهو ما حافظش عليه وقال للناس عليه، فده افشى السر. يعني let the cat out of the bag. let the cat out of the bag يعني افشى السر. المصطلح اللي بعده لنطوي صفحة الماضي او عفى الله عما سلف او اللي فات مات. تمام، تعال نفتح صفحة جديدة مع بعض وننسى مشاكلنا القديمة وعفى الله عما سلف او اللي فات مات، ونبدأ مع بعض صفحة جديدة. يعني ايه بقى؟ let bygones be bygones. let bygones be bygones. عفى الله عما سلف او خلاص اللي فات فات او ننسى الماضي. تمام. إنه كهل أو رجل متقدم في سن. إنه كهل أو راجل كبير متقدم في السن يعني راجل عجوز جدا. يعني إيه بقى؟ he is over the hill. he is over the hill يعني راجل كبير في السن. he is over the hill. ده افترى، اللي انت بتعمله معايا ده افترى. تمام، انت افتريت عليا. انه افتراء يعني this is a slander.
This is a slander. في نهاية حلقة النهاردة أتمنى الفيديو يكون عجب الجميع. ما تنساش لو أول مرة تشوف القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.